الداخلية الجزائري إبراهيم مراد زيارة رسمية إلى إسبانيا هي الأولى لمسؤول جزائري منذ أزمة دبلوماسية بين البلدين في عام 2022 أدت إلى تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بينهما وفق وكالة الأناضول. معي الآن مشاهدينا الكرام من مدريد مراد السيلونا. سيدي محمد طلبة. سيدي محمد أهلا ومرحبا، ماذا عن زيارة وزير الداخلية الجزائري إلى إسبانيا؟ مرحبا حكيم. في الحقيقة وزير الداخلية الإسباني استقبل نظيره الجزائري هذا المساء، وعقد اجتماع ضم العديد من المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية الإسبانية وكذلك مسؤولين الجزائريين، بينهم المدير الأمن العام الجزائري وكذلك مدير الحماية المدنية الجزائري، يعني الدفاع المدني. إذا هذا كما قلت هذه أول زيارة لمسؤول جزائري رفيع منذ توتر العلاقات بين البلدين على إثر تحول الموقف الحكومي الإسباني من نزاع الصحراء. بحسب إيجاز إعلامي صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، فإن وزير الداخلية الإسباني شكر نظيره الجزائري على التعاون في إطلاق سراح راهن إسباني في يناير الماضي، كان قد استضيف ونقل إلى مالي ثم تم تحريره، وكذلك على تعاون الجزائر في محاربة الهجرة الغير نظامية، وكذلك قال بأن البلدين اتفقا على تكثيف تبادل المعلومات الاستراتيجية والمستقبلية بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وكما اتفقا كذلك على إعادة عودة الاجتماعات اللجنة الثنائية للأمن المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وهي لجنة مشكلة منذ سنة 2009. إذا العلاقات على ما يبدو عادت إلى طبيعتها ما بين الجزائر وإسبانيا بعد هذه القطيعة أو هذه التوترات التي تسبب فيها تحول الموقف الإسباني من نزاع الصحراء.